يا مساء الفل والجمال. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده لسه مخلصين حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ وابراهيم فايق. بجد الراجل ده منتلتي وحاجه يعني بصراحه. من مكاسب النادي الاهلي في الاعلام بصراحه، اذا كان اداريا ناجح جدا، اعلاميا ناجح جدا 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 يعني. بصراحه بحترمه وبقدره جدا. يعني أول حاجة لفتت انتباهي يعني قال جملة كده، إن الواحد ممكن يخرج من الأهلي لكن الأهلي عمره ما بيخرج من الواحد. بجد كلمة قالها كبيرة. حقيقة الكلام طالع منه في منتهى الصدق. يعني الأهلي مش مجرد نادي أو مكان، يعني الأهلي بجد حالة لازم بتعيش جواك أنت كمشجع أو لاعب. أي حد دخل النادي والله. يعني حتى كمشجعين، يعني الاهلي بيفضل جزء منه طول عمره. ودي حاجه احنا لمسينها كمشجعين للنادي الاهلي. والراجل ده احترامه وادبه، ان هو ما نساش اي فضل اتعمل له في حياته، اذا كان من اسرته، من والده رحمه الله عليه او والدته او زوجته. يعني كلام لمسني قوي، ان هو بياكد ان النجاح دايما مش بيجي من فراغ. يعني ورا اي حد ناجح لازم يبقى اسرتك او حد من قرايبك، او حتى ممكن ما يكونش من قرايبك. طبعا وكابتن سيد ابو حفيظ اتكلم عن زوجته ان هي وقفت معاه. طبعا كابتن سيد ابو حفيظ مخلص يعني اعتزل بدري جدا، وازاي زوجته وقفت في ظهره. وجاء كابتن سيد ابو حفيظ وضح ان يعني النقطة الثالثة في البرنامج اللي هو جه اتكلم وقال ان مش شرط ان حد يقف معاك يبقى من عيلتك. طبعا دكتور غريم رحمه الله عليه يمكن ناس كتير ما تعرفوش، لكن الكابتن السيد عبد الحفيظ وضح ان كان ليه دور جامد قوي في حياته ونجاحه، لدرجه ان هو حسه كأب تاني. وده بيعلمنا بجد والله ان في معنى الوفاء في الشخصيه زي كابتن سيد عبد الحفيظ، ان هو مش شرط اللي يقف جنبك يكون حد قريبك. ساعات ربنا بيبعت لك حد والله من بره العيله خالص يكون سبب كبير قوي في نجاحك. وكابتن سيد عبد الحفيظ من النوع او من الشخصيات اللي يعني بتحفظ الحد يعمل معاه معروف او يعمل معاه حاجه كبيره في حياته. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها كلامه على كابتن محمود الخطيب. يعني اختلاف في وجهات النظر مع كابتن محمود الخطيب ايام ما كان ماسك اداري في النادي الاهلي. يعني قال ان الخطيب كابتن الخطيب هيفضل اخ كبير ورمز. ودي جمله بتورينا ان ممكن نختلف مع الشخص لكن تفضل محافظ على مكانته. يعني درس مهم لينا قوي احنا كجمهور بقى، ان الخلاف مش معناه قله احترام. يعني الرموز دي احنا لازم نحترمها ايا يكن الخلافات اللي ما بيننا. اما عن الاداره ونجاح المنظومه، يعني كلامه كان دقيق جدا زي ما بيقولوا. هو قال ان النجاح مش بيعتمد على المدرب واللعيبه بس، لكن على كل المنظومه، من اصغر عامل في غرفه الملابس لحد اكبر مسؤول في النادي. كل واحد ليه دور مهم، وكل تفصيله صغيره بتعمل فارق مع الفرقه. ودي فعلا احنا كجمهور شايفينها فلسفه الاهلي من زمان. يعني بيقولوا الكل على قلب واحد. وعشان كده النادي دايما سابق بخطوه. والله مش تقليلا من اي نادي في مصر، بس الاهلي دايما سابق بخطوه عشان الاداره كبيره وبتعتمد على كل عضو جوه النادي، او يعني كالناس الموظفين او الشغالين. اكتر جمله اثرت فيا بصراحه لما قال انك تبقى عزيز وغالي وانت مش موجود احسن ما انك تبقى بلا قيمه وانت موجود. انا الكلمه حافظها بالعافيه يعني، عشان الجمله بصراحه الجمله دي مش مجرد بس في الكوره والله، يعني تنفع في حياتنا كلها. لازم تسيب بصمه في كل مكان انت فيه، الناس تفتكرك دايما بالخير، وانك حد فعلا عرف يعمل اضافه في المكان اللي انت بتبقى فيه. يعني مش مجرد وجود وخلاص. وطبعا يعني الخلاصه من حلقه كابتن سيد عبد الحفيظ. انا شايف ان تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ بصراحه يعني مش مجرد كلام في البرنامج. يعني دي دروس احنا نتعلم فيها كانتماء بقى وكوفاء للنادي. ودرس والله 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 درس ان في القيمه الحقيقيه بتفضل موجوده حتى لو الظروف اتغيرت.
دي بجد حاجه انا شايفها في كابتن عبد السيد عبد الحفيظ او ممكن اتعلمها من كابتن سيد عبد الحفيظ بجد. وعشان كده حتى اللي بيختلف معاه ما بيقدرش ينكر احترامه وتقديره لشخصيته. وده في رايي، انا في رايي الشخصي ان ده سر نجاحه واستمراره، ان هو مش بيعيش يعني مش بيعيش منصب، لا بيعيش وقته هو كمبدأه داخل النادي الاهلي. يعني انا شايف ان كابتن سيد عبد الحفيظ مكسب كبير جدا، مكسب كبير جدا 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 جوه النادي الاهلي. والله انا بتفرج عليه انا بتعلم منه حاجات كتير قوي، بتعلم منه حاجات كتير قوي. راجل في منتهى الرقي ومنتهى الاحترام ومنتهى المنتاليتي بتاعته، يعني تجبرك انت حتى لو في نادي بتشجع نادي تاني بتتفرج على كابتن سيد عبد الحفيظ بتتعلم منه حاجه. فشكرا لكابتن سيد عبد الحفيظ على كل اللي بيعمله للنادي الاهلي، وشكرا لكل اداري في النادي الاهلي بينجح النادي الاهلي. ودي حاجه احنا كجمهور بنستمتع بيها. واتمنى ما اكونش طولت عليكم، واشوفكم على خير في حلقه جديده. سلام.